السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معكم ميرو مختار. نفسك في فطيرة كده مشلتتة تبقى حلوة كده ومورقة، وملكش نفس اللي انت تعجني ولا تهدي حالك وملكش مزاج، بس نفسك تعملي حاجة كده سريعا وحاجة كده من غير عجن ولا لت ولا اي حاجة. ايه رأيك في الفطير المورق بتاعنا ده؟ طبعا عارفة ان الفيديو ده اتهرس كتير جدا جدا، بس حبيت افكركم بيه لاي حد نفسها في فطيرة ومش عايزة تعجن وملهاش في العجن خالص. يلا بينا نشوف الفيديو. ما تنساش تحط لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ونشوف الفطيرة القمر دي هنعملها بحاجة بسيطة جدا من غير لا عجن ولا لت ولا اي حاجة. يلا بينا ندخل على المقادير ونقول بسم الله. معايا نص كوباية زبادي، ونص كوباية من القشطة، ونص كوباية لبن، وكوباية من الزبدة. تمام. زبدة بقى، سمنة على زيت، خليط ما بين التلاتة، زيت على زبدة على سمنة. انا عاملة خليط ما بين التلاتة بصراحة يعني. وحطيت انا نص كوباية الزبادي ونص كوباية القشطة، وهحط نص كوباية لبن عليهم. هنعمل فطيرتين مورقين حلوين قوي وحجمهم حلو، من نص كيلو جلاش. لفة الجلاش بقى حاجة خطيرة جدا جدا جدا. وحطيت معلقة سكر، لو انت عايزة تستغنى عن معلقة السكر مفيش اي مشكلة. وحطيت كمان شوية من البيكنج باودر، يعني تقريبا نص معلقة من البيكنج باودر. وقلبتهم وزودتهم كمان حاجة كده عطت طعم جدا حلو جدا وتست حلو جدا للفطيرة. حطيت شوية من الفانيليا، حاجة كده بصراحة نقلت الفطيرة في حتة تانية خالص خالص خالص. ويا سلام بقى لو الفطيرة دي تبات لتاني يوم، هتلاقي الطعم حاجة تانية. معايا هنا النص كيلو جلاش، النص كيلو قسمته لربع وربع يعني. وزنيهم مثلا، شوفي مثلا هيجوا قد ايه ورقات، مثلا نقسم الورقات وشوفي. هي ده كانت واحدة 8 ورقات وواحدة 9 ورقات. وكان عندي كده كام ورقة في قلب الفريزر، طلعتهم كانوا كده مهرودين، طلعتهم حطيتهم في وسط الورق. ما بانش منها اي حاجة خالص، ولا بانت ان هي ورق مقطع ولا اي حاجة. تمام. انا هاخد كده ورقتين من الجلاش سلام، مش هقطعهم خالص. وهاخد الصينيه، مقاس صينيه دي كانت تقريبا مقاس الصينيه دي 22. ممكن تستعملي مقاس صينيه 24 لو انت عايزه حجم الفطيره اكبر. بس الفطيره دي كانت مناسبه جدا جدا يعني، كانت حلوه قوي. تمام. انا اخدت كده مقاس الصينيه اهو، قطعت عليها كده الجلاش والبواقي اللي هتطلع هقطعهم كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط قدامكم كده. ايه رأيك بقى اسهل طريقة للفطير المشلتت من غير لا عجن ولا لت؟ وبجد النتيجة هايلة جدا جدا. انا عارفة ان الفيديو ده الطريقة دي نزلت كتير جدا، ونزلت في معظم القنوات منزلاها، بس قلت افكر كل ممكن واحدة تكون ما شافتش الفيديو ده او عايزة نفسها تعمل الفيديو. فيلا بينا نعمله لها كده وافكرها بالطريقة. هنا انا جبت الصينية اللي انا هشتغل فيها، حطيت فيها اول ورقة من الجلاشة السليمة اللي انا طلعتها مقطعتهاش. وهحط كمان حطة واحدة عكس واعكس، يعني واحدة بالطول وواحدة بالعرض. تمام. ادا كده التانية اللي انا حطيتها كمان. آه الصينية التانية، الفطيرة التانية لما جيت اعملها قطعت الورق كله مع بعضه، ونسيت ان انا اطلع الورقتين اللي انا هقفل بيهم الفطيرة بتاعتي. طيب عملت ايه؟ اتصرفت ازاي؟ بدأت اخد ورقتين من المدورية دي اللي انا عاملاها، طلعتهم وفردتهم في قلب الصينية وقفلت بيها في الاخر. ما فرقتش حاجة خالص عن الفطيرة المقفلة دي. يعني الطريقتين حلوين جدا. عشان كده بقولك لو اي جلاش عندك مقطوع مقطع منه ورق مقطع معرفش ايه، آه، حطهم في وسط الصواني ومش هيبان خالص. هنا حطيت هنا الورقتين من الجلاش، وبدأت احط كمان ورقتين من اللي انا عاملاهم دايرة. وبدأت ادهن بقى، يعني بدأت دي اول دهنة من بعد يعني 4 طبقات. ودهيني بقى يعني كتري بقى من الخليط اللي احنا عاملينه ده، اهم حاجة الخليط ده يبقى كتير معاكي. تمام. هبتدي بقى كده اخد اللي انا مقطعه البواقي اللي انا طلعته من الجلاش اللي انا قطعته، هبتدي كده افرده كده وهدهنه برضو من الخليط اللي احنا عاملينه. هبتدي كده افرد، احط ورقتين وادهن خليط، احط ورقتين وادهن من الخليط، ورقة من السليمة اللي هي الدايرة السليمة،
وورقتين من البواقي اللي طالع من قلب الجلاش زي ما انتوا شايفين كده، وكل ما بين ورقه وورقه ادهنها من الخليط. طيب الخليط اللي انت عاملاه ده احنا عاملينه ليه؟ احنا عاملينه علشان احنا طبعا عارفين ان الجلاش ما بيدخل الفرن بينشف، واحنا مش عايزينه ناشف، احنا عايزينه يبقى طري كده ومورق. فالخليط ده هيساعدنا على التوريقه بتاعه الفطير المشلتت، وعلى الطراوه اللي هناخدها من قلب الفطير. شايفين انا البواقي اللي طلع ما بين كل ورقه وورقه بدهنها، وبقى ما فيش حاجه بتترمى عندنا خالص، ولا حاجه هتطلع منها هدر خالص نهائي. لا، هنعمل وهندهن. لو كنت بقى وصلت بقى معايا لغايه هنا والفيديو عجبك وعجبك طريقه الفطير، يبقى ما تنساش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان الفيديو ينتشر ويكبر بيكم وليكم ان شاء الله، وتبقى حاجه كده مفيده ليكم وللجميع باذن الله. واتمنى تقولوا لي برضو رايكم ايه في الفيديوهات اللي انا بعملها، الفيديوهات كويسه مش كويسه، عايزيني احسن ايه في الفيديو عن كده كمان. يعني قولوا لي رايكم بصراحه في قلب الفيديو، او لو في اي انتقادات قولها لي برضو، انا مش هزعل من الانتقادات اللي هتقولها لي في قلب الفيديو. هنا بقى هبتدي بعد كده هاخد الاطرف الزياده اللي احنا عند بتاعه الورقتين الجلاش اللي احنا حاطينهم في الاول، وهبتدي بعد كده اقفل بيها الفطيره بتاعتنا. وبين كل تقفيلة وتقفيلة ادهن من الخليط. ادهني يعني، ادهني. شايفين انا بدهن كده على طول ما بين كل قفلة وقفلة، ادهن حلو من الخليط اللي احنا عاملينه. طيب الصينية في الاول انت دهنتها حاجة؟ لا، ما دهنتهاش حاجة، لان دي لسه هحطها هقلبها في صينية تانية اكبر منها. هجيب كده الصينية واحطها كده اقلبها، واقلب التانية فيها. شايفين طالعه شكلها ازاي؟ بجد حلوه جدا وجربوها. هحطها بقى على جنب دلوقتي لغايه ما اخلص الفطيره التانية وادخل الاتنين مع بعض في قلب الفرن. شايفين انا طلعت 2 فطيره من نص كيلو جلاش. ده كده الفطيره التانية وده كده الفطيره الاولانيه. هدهنهم بقى من القشطه، عندك قشطه ادهني بيهم، ما عندكش يبقى تدهني من الخليط اللي احنا كنا عاملينه، او تدهنها سمنه، وتدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لغاية بس ما هتلاقيها بدأت تتنفخ معاك وتنفش معاك كده، تولع عليها الشواية من فوق. شايفين ما شاء الله الحجم بتاعهم حلو جدا جدا ومش باين. شايفين هنا الفطيرة بعد ما طلعت ولعت عليها الشواية من فوق، عايزة تحمرها عن كده كمان يبقى اسيبها شوية كمان تحت الشواية. انا هحط كيس بلاستيك، انا بس حطيت الصينيتين فوق بعض. شايفين ده الفطيرة التانية. هحط بقى كيس بلاستيك وهغطيها بفوطة، او ممكن ترش الوش بتاعه بالمية وتغطيها بفوطة وتسيبها لغاية ما تطرى. شايفين بجد الطراوة وحاجة